بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أنا سأل عن الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى 5 أقسام. الحركة في الصلاة 5 أقسام: إما حركة واجبة، وإذا كنت تصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينك وبين السترة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه. هذه حركة واجبة تمنع الذي يريد أن يمر بينك وبين سترتك. الحركة المستحبة وهي تكون في مصلحة الصلاة، مثلا أنت تصلي في صف، الصف اللي صار في فراغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. تقدم خطوتين تصير بالصف الذي أمامك، أو اللي على يمينك أو على يسارك صار في فراغ، فتتحرك يمين أو يسار لكي تسد هذا الفراغ. هذه حركة مستحبة لأنها في مصلحة الصلاة. هناك حركة مباحة وهي التي تكون لحاجة، حكتك عينك مثلا، حكيتها هكذا وانت تصلي مثلا، طيب هذه حركة مباحة لأنها لحاجة. حركة مكروهة وهي التي ليست لحاجة، اللي يسميها العبث. العبث هذه حركة مكروهة، يعني مثل الإنسان وهو يصلي في ناس من يكبر الله أكبر عدل غترته، قال صوت ركع عدل غترته، كل ما مسك غترته، غلط. هذه حركة مكروهة لأنها عبث، لا ينبغي للإنسان أن يتحرك هذه الحركة، مثلا أو يفسر كمه ويرد كمه مثلا، أو يحط الغترة ويرجع الغترة، أو يحرك ساعته، كل هذا يفسر كمه يصفط كمه، كل هذا يعني حركات عبث. وهذا العبث إذا كثر صارت حركة محرمة وبالتالي تفسد الصلاة. العبث هذا إذا كثر صارت محرمة وفسدت مع ذلك الصلاة التي يصليها، والله المستعان.